صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده. تعال نبدا الفيديو ونشوف ايه اللي هيحصل. قلنا لكم احنا الاهلي بس انتوا ما صدقتوش، جمهور من كل الدنيا لعيبه بجد وحوش، بتشرف مصر بلدنا مع كل بطوله معادنا، فخر الاهلنا وولادنا ازاي ما نشجعهوش. ورا منك شعب بحاله في ظهرك سندك مهما يكون، دايما تبقى نسرك. طبعا طالع مع حضراتكم النهارده بمناسبه ان الاهلي والزمالك طبعا في افريقيا، الزمالك في الكونفدراليه والاهلي في دوري الابطال، وبيراميدز في دوري الابطال طبعا ايه، وفيوتشر برضو في الكونفدراليه. طبعا طالع مع حضراتكم النهارده انا عايز بس افهم حاجه قبل ما اتكلم في التفاصيل والكلام ده. معلش اسف يعني لحضراتكم. دلوقتي في حاجه غريبه الشكل. انت دلوقتي سوريو تمام، انت دلوقتي في الشوط الاول انت وقعت قلب كل المصريين سواء اهلاوي او زملكاوي او طبعا انت بتلعب باسم مصر، كزمالك او كاهلي بتلعب باسم مصر، يبقى انت تلعب بقى بجديه. تمام. طب فين الشوط التاني؟ شفنا خلاف حاجه تانيه خالص. انت يا عم بتمرن نادي الزمالك، يا ريت يكون عندنا تمام، والمدربين المساعدين اللي موجودين المصريين يا ريت اتمنى انه يتدخلوا في حاجه زي كده. الراجل ده شكله ما يعرفش حاجه عن الكوره في افريقيا خالص. الناس اللي بتطلع تنافق وتقول اسوريو، بلاش تطبيل والنبي، بلاش تطبيل وخليكوا مع الكوره المصريه. بصوا للدوري السعودي، هتقول لي الدوري السعودي جايب لعيبه وي ماشي، جايب لعيبه. انت على فكره كنت مصنف اول دوري عربي او اول دوري في الشرق الاوسط. فين انت دلوقتي؟ دي حقيقه والله. دلوقتي ما عندناش في مصر الا الاهلي. تمام، الاهلي وبيراميدز. نتمنى تعديل الكره المصريه ويعني يبقى شكلنا في الخارج يا ريت يكون احسن. مالك مطلعه معايا النهارده يا كابتن مالك، ايه رايك في ماتش الاهلي والزمالك؟ حلو. ايه رايك؟ الاهلي عمل ايه؟ تلتون. اوعى جاب كذا جون. الاهلي جاب 4، ختمها بايه يا عم مالك؟ ايه؟ ختمها بالاربع تجوان يا عم مالك. نقول للاهلي ايه؟ الف مبروك. الف مبروك. بتشجع مين بقى؟ بشجع الاهلي. وبتشجع الاهلي. ولو الزمالك بيلعب مع فريق افريقي ياخد دوري الابطال، الاهلي ياخد دوري الابطال والزمالك ياخد الكونفدراليه. والزمالك تاخد 0. عشان نخش بقى في التفاصيل واللي حصل، في تريكه كده الاهلي عاملها، تريكه غريبه. كولر ده تمام، ركز مع اللي هقوله لك بالظبط. كولر ده دماغ غريبه، مدير فني كوتش، فاهم؟ مش مجرد واحد موظف جاي يأدي وظيفته وخلاص. في تريكه كده، خليكم معايا بس كده واعرف التفصيله اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. دلوقتي كولر تمام لاعب كريستو يمة الشمال، ولاعب احمد عبد القادر يمة اليمين. بس خد بالك من حاجه، علشان في الايام الجايه مع الفيرود بتاعنا الجديد تمام، الفيرود الجديد اتفرج بقى على ليه بقى دلوقتي. ليه تقول لي له يمة الشمال؟ بس عشان كريستو عمل خطوره يمة الشمال. القصه مش قصه ان عمل مراوغات وعدى وكده، لا، القصه اللي كريستو عمل اكتر من 17 اوفر في الماتش ده. 17 اوفر ماشي، بص هنا 17 اوفر ماشي. احمد عبد القادر كان بيلعب يمة اليمين مهارات وكده، وكان في عرضيات برده بس مش زي كريستو. يبقى كولر خطته مبنيه على ايه الفتره الجايه؟ مفيش حاجه عندي. اللاعب اللي بيلعب برجله اليمين هيلعب يمة الشمال، واللاعب اللي رجله الشمال هيلعب يمة اليمين. ويظل بقى انا هفكرك بس بحاجه تمام. طبعا بيرسي تاو اما نزل لعب فين؟ حد فيكم يعرف يقول لي؟ لو يا ريت تعرفني في التعليقات بيرسي تاو لعب في مركز ايه في الماتش ده؟ تمام؟ محدش عارف بيرسي تاو لعب في ايه. بس انا اقول لك بقى بيرسي تاو لعب في ايه. ما تقوليش صانع العاب. بيرسي تاو كان بيلعب في الدايره. بيرسي تاو كان بيستلم من المدافعين ويروح بالكوره. ليه بقى؟ كان محمد طاهر بيلعب فيرود ماشي، محمد طاهر بيلعب فيرود، ما كانش بيلعب جناح تمام. واحمد عبد القادر كان بيكمل زي ما هو ماشي. اما نزل حسين الشحات وطلع كريستو، حسين الشحات كان بيلعب صانع العاب، بيوسع للباك الشمال اللي وراه اللي هو كريم الدبيس. واتفرجوا على كريم الدبيس ده، علي معلول القادم
علي معلول القادم. بس اتفرج على كميه العرضيات اللي بعد كده كولر هيعملها عشان خاطر الفرود الجديد. طبعا كلنا كولر بيفاجئنا، كله في دماغه ان كولر هيخلي كريستو يمة اليمين واحمد عبد القادر يمة الشمال. ده الطبيعي اللي احنا متوقعينه او اللي احنا بنسمعه دايما من كولر، تمام، او اللي احنا بنشوفه من مباريات الاهلي. كولر كوتش زي ما قال الكتاب، وسوريو لازم حد من الجهاز المعاون يقعد معاه. باتشيكو مدرب حلو ومعاه لعيبه مساعدات، زي ما الاهلي فيه لعيبه مساعدات، لعيبه تقيله بسم الله ما شاء الله. الزمالك ان شاء الله يرجع لطبيعته تاني، تمام. وواجهتنا في الكره الافريقيه او على مستوى العالمي اتمنى ان يكون نظره العالم لينا افضل من كده، تمام. وتاني دعموني بلايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.